السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي مع بعض قضية مهمة جدا، بس قبل اي حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير، ويلا بينا نبدأ. زي ما قلتلكم النهاردة هنحكي مع بعض عن قضية أجزر زوجين في مصر، بالتحديد في شهر مايو سنة 2024. كان في عيلة اسمها عيلة شرقاوي. العيلة دي حصل عندها حالة وفاة وتم الدفن بالليل في المقابر، وأثناء الدفن بيشموا ريحة غريبة جدا، كأن في حيوان ميت أو حاجة بتتحرق، بس ريحتها كانت وحشة. في الوقت ده بيبدأ الشباب يدوروا بين المقابر علشان يوصلوا لمصدر الريحة، وفعلا بيلاقوا جثة محروقة تماما، بس مش جثة حيوان، لا دي جثة إنسان وبنت كمان، بس ما كانش باين ليها أي ملامح لأنها تعرضت للحرق الشديد. واللي عرفهم إن هي جثة بنت هو الحجاب بتاعها اللي كانت لابساه. وسبحان الله، كأن ربنا عمل كده علشان يكشف الحقيقة. الجثة كانت مرمية في آخر المقابر بين طوب ورملة وحاجات كتير، وطبعا تم إبلاغ الشرطة في الحال وحضور رجال الأمن والطب الشرعي، وعلى الفور تم تشريح الجثة اللي أثبتت إن القتيلة تم ضربها بآلة حادة على رأسها تسببت في كسر الجمجمة، وتم كسر ضلوعها بنفس الآلة. وبدأ يدوروا في البلاغات المقدمة بحالات الاختفاء لو في بلاغ بنفس مواصفات القتيلة، وفعلا رجال الأمن لقوا بلاغ مقدم من أهل منة رفعت باختفائها وبنفس المواصفات، وبيتصلوا بأهل منة وبيروحوا المشرحة علشان يتأكدوا إن هي جثة منة، وتعرفوا عليها من لون الطرحة، وتم عمل تحليل DNA للتأكد. واللي حصل إن منة كانت بتشتغل في جمعية للمشروعات الصغيرة، وفي يوم بيتصل بيها شخص كان واخد قرض من الجمعية علشان يقابل منة ويديها الفلوس، وفعلا منة بتبلغ صحابها في المكتب إن هي هتروح تقابله وترجع على طول، لكن منة بتتأخر وما بترجعش في ميعادها. وساعتها صاحبتها بتتصل عليها وبترد عليها واحدة بتنتحل شخصية منة، ولكن صاحبة منة حست بتغير في الصوت، ومن اللحظة دي بدأت تشك صاحبة منة إن في حاجة غلط ومش مفهومة. وهيعدي على اختفاء منة في الوقت ده 24 ساعة، وبينزل منشور غريب على حساب منة على الفيس، بينزل فيه صورة خطوبتها وصورة بطاقة شخصية لشخص مجهول. في الوقت ده الكل هيبدأ يشك إن منة سرقت الفلوس اللي كانت رايحة تاخدها، لكن لما تم استدعاء الراجل اللي صورته في البطاقة أكد إن هو ما يعرفش حد بالاسم ده أصلا. وطبعا دي كانت حيلة من القاتل علشان يشتت المباحث. وفي الوقت ده بيروح مكالمة لأهل منة إنهم ينتظروا منه مكالمة تانية علشان يعرفوا طلباته، وإنهم ما يبلغوش الشرطة لو خايفين على حياة بنتهم منة. ولكن تليفون منة في الوقت ده اتقفل بعدها بشكل نهائي. ومع استجواب أهل منة قالوا إن هي كانت لابسة الشبكة بتاعتها بالكامل، وساعتها المباحث اتأكدت إن اللي عمل كده كان هدفه السرقة، لأن لما تم العثور على منة وهي جثة ما كانتش لابسة أي دهب. ومع التحريات المستمرة هيعرفوا إن في سواق تاكسي لسه مشتري دهب لمراته رغم ظروفه الصعبة. ومع استجواب سواق التاكسي قال إن هو ما يعرفش مين منة رفعت، وإنه اشترى الدهب ده من راجل بالصدفة، وإن سعره كان مغري بالنسبة له. ولما سألوه مين هو الراجل ده قال لهم أنا معرفهوش، بس وراهم رقمه، واكتشفوا كمان إن ده نفس الرقم اللي الراجل صاحب القرض كلم منه. ووقتها وصلوا للشخص اللي قتل منة، واعترف إن هو ومراته عملوا كده لأنهم كانوا بياخدوا قروض من كل جمعية وما بيعرفوش يسدوا، وشافوا بالصدفة حساب منة على الفيس وصور شبكتها، وساعتها خططوا إن هم يسرقوها، واختاروا مكان مفهوش أي كاميرات مراقبة. ولما قابلتهم منة مرات الراجل قالت لها إن هي نسيت الفلوس في البيت، واستأذنت منة إن هي تروح معاهم تاخد الفلوس، وفعلا راحت منة معاهم.
وهناك تم التخلص منها وضربها بالشاكوش لحد ما ماتت. وبعد كده خدوا الجثة وراحوا بيها المقابر وتم حرق الجثة. وبكده خلصت قضيتنا، وفي انتظار الحكم العادل بإذن الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.